بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده حاجه اقتصاديه بتشتروها كلكم من بره، والاولاد بيحبوها وبيموتوا فيها، فانا هعملها لكم النهارده بكل نظافه، والناس كلها بتخاف تجيبها من بره. فهنصلي على الرسول ونسمي بسم الله. هنقول اول حاجه المقادير. عندي هنا 4 بيض، وعندي معلقة كبيرة جبنة اللي هي الكيري، او ممكن جبنة قريش يا جماعة، وتضربوها في شوية لبن برضو بتدي نفس القوام بتاع الجبنة الكيري. هنحط اول حاجة هنا البيض، وبعد كده بنحط التوابل عبارة عن وبعد كده بنحط الجبنة زي ما انتوا شفتوا كده، ومعلقة لحمة مفرومة، هي معلقة واحدة بس، ما انا بقول لكم ان هي موفرة جدا وغير مكلفة. بعد كده هنحط الزيت ده يا جماعة، نص كوباية زيت بس، ده هنخليه سرسوب في الاخر خالص. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه، وبعد كده هنبدأ نحط الزيت من فوق. هقول لكم المقادير زي ما قلت لكم كده: 4 بيض، معلقة كبيرة جبنة كيري، وقلت لكم بديلها ايه، وعندي 3 معالق كبار نشا، و3 معالق كبار دقيق، طبعا المعالق ممسوحة. وحطينا معلقة كبيرة أو حتة صغيرة كده لحمة مفرومة. لو عندك دهنة مفرومة برضو تحطي، بتخليها جميلة جدا. وبعد كده بنحط معلقة كبيرة بصل بودرة، ومعلقة كبيرة بابريكا. وعندي معلقة كبيرة خلطة البرجر من ماجي، أنا بجيبها جاهزة، فبتديها طعم، بتديها يعني بتوديها في حتة تانية خالص. وعندي معلقة صغيرة توم بودرة، وعندي توم فريش بحط نص معلقة برضو صغيرة، وعندي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة ناشفة، وربع تفتوفة كده على المعلقة اللون الأحمر، أو نقطة اللي هو الجل. طبعا أولادنا بيحبوا الألوانات اللي هي زي بتاع بره بالظبط. وعندي بحط مرقة فورية، بحط 3 أكياس. لو عندك اللي هي السايبة تحطي معلقة صغيرة. وبنحط ذرة حبهان مطحون، وربع معلقة صغيرة من الملح. وعندي معلقتين جيلاتين اللي انتوا شايفينها دي، بنحط عليها مية سخنة وبنقلبها، وبعد كده بنضيفها على اللانشون بتاع النهاردة. بنقلب كل الخليط ده يا جماعة مع بعضه، وبعد كده هوريكم السوا ازاي. هنا عايزة اقول لكم يا جماعة ان اللانشون لما بيتعمل في البيت انت ضمناه نظافته، وضمنه مكوناته، وطبعا بتديه لاولادك وانت مش خايفة، علشان دي حاجات انت عارفة مكوناتها، وعارفة المكونات بتاعتها والنظافة بتاعتها. وديت يعني يا جماعة اقرب حاجة من اللانشون بتاع بره. وعايزة افاجئكم واقول لكم اللي لانشون بره ما فيش اي مواد اللي هي اللحمة خالص، ولا اي بروتينات. ده عبارة عن حاجات كده ما فيهاش اي ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة يا جماعة، مكسبات طعم وخلاص. لكن هنا احنا بنعملها صحية ومضمونة. واعملوها وانتم مطمنين. ولو حسبتوها هتلاقوها ان هي اقتصادية. بحتة لحمة صغيرة، معلقة لحمة مفرومة بس، هتعملي كل الكمية اللي هنشوفها في اخر الفيديو. والمطة يا جماعة وريها لكم، والطعم خطير. انا خلصت كل الكمية كده، بحط رشة فلفل اسود اللي هو الحصى، وبعد كده بقلبه تقليبة، وبعد كده هوريكم ازاي تسووه بأبسط الامكانيات. بس بتطلع في الاخر يا جماعة تحفة تحفة تحفة، والطعم خطير، وشميتوا الريحة دلوقتي، لانشون لانشون. كده هحط معاكم الفلفل الاسود واقلبه تقليبه، وبعد كده بجيب كيس بلاستيك عندي واعبيه اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. ده كان كيس جلاش عندي، فحبيت ان انا علشان عايزة اللانشون بتاعه اللي هو الرفيع، مش عايزاه تخين، فانا حبيت احطه في الكيس ده. طبعا انت عندك اي كيس بلاستيك تاني صغير برضو حطيه عادي، مفيش اي مشكلة. وشايفين السمك بتاعه يا جماعة جميل، ولازم يبقى تقيل كده يا جماعة علشان يستوي معانا بكل سهولة، ويطلع ناجح معاكي بإذن الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عاجبك، وعايزة منك لايك وشير لو سمحتونا لحد هنا وكملت الفيديو. يا ريت تعملي لايك وشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وجديد.
اهو يا جماعة زي ما بقول لكم كده، انا عبيت كله اهو، وهبدأ ان انا انزله كده علشان ما يبقاش فيه فراغات من جوه. بهزه هزتين كده بالراحة علشان ما يبقاش مخرم معايا بعد ما يطيب. وهوريكم ابسط حاجة للطيبان بتاعه. هنا بلم كله، ومن تحت خالص بجيب زي كده كليبس بلاستيك وبقفله من فوق. مش متاح عندك ممكن تربطيه ربطة خفيفة كده، بس تخلي الكيس مهوي شوية علشان طبعا هو بينفش وهو بيطيب، فعلشان الكيس ما يقطعش معاكي فخليه مهوي شوية. بعد كده بجيب ورق ألمونيوم وبحطه فيه وبلفه زي البونبوناية كده. وبعد كده طريقة السوى يا جماعة، في ناس طبعا بتحطه في كوبايات وبتحطه في مية مغلية. انا مش حابة الطريقة ديت. انا جبت لكم ابسط طريقة ان هي تطلع زي الجاهز بتاع بره، زي بتاع الشركات بالظبط. وهتشوفوه يا جماعة انتوا وهتحكموا بنفسكم. كده خلصت انا اهو، لفتها زي ما قلت لكم. بعد كده عندي حلة على النار تقلب، احط مصفى كده من فوق زي البخار كده بتاع حمام المية يا جماعة، الخضار او الحمام اللي هو البخار اللي بنعمله مثلا على بنسوي بيه زي ما انتوا شايفين كده. حلة ومصفى وبنحطه. هنا بقول لكم هو بياخد مدة ساعة. انا النص الساعة دي بقسمها على 2. النص الاولاني في الاتجاه الاول، وبعد نص ساعة بقلبه على الاتجاه التاني. انا عملت كده وهغطيه تاني ياخد النص ساعة تانية. وبعد كده علشان اختبره بقى ان هو طب ولا لا، بجيب خلة اللي هي بتاع الشيش طاووق واغرزها فيها. لو طلعت ناشفة يبقى كده طاب. طلعت ملزقة كده وفيها بعض فضلات اللانشون يبقى كده لسه عايز 10 دقايق كمان. كده انا هنا طلعت عندي نظيفة، فحطيتها خلاص طفيت عليها وسبتها في التلاجة لتاني يوم علشان ما ينفعش يتقطع في نفس اليوم. ده بعد تاني يوم يا جماعة. شايفين يا جماعة اللون والروعة والسمك. شايفين بقى، شايفين من جوه مفرغ وجميل ازاي، ناعم جدا. والمطة بتاع اللي بنشتريه من بره واللون روعة. شايفين المطة يا جماعة؟ بقطع لكم واحدة اهي المطة والجمال. انا بقطعه بالسمك ده بسكينة كده حامية، السمك اللي انت عايزاه طبعا. ولو مش عارفة ان انت تقطعيه ممكن توديه عند الراجل بتاع السوبر ماركت يقطعه لك بكل سهولة. وطبعا عشان نحتفظ بيه لو عاملين الكمية دي كلها، هنجيب اطباق فوم ونرصه فيها. وبعد كده نجيب استرتش راب او كيس بلاستيك، وبعد كده بنحط كل طبق فوق التاني ونحطه في الفريزر يقعد معانا المدة اللي انتوا عايزينها. ولما تحبوه تطلعوه تحطوه على الرخامة قبليها، بيفك بكل سهولة مفيش 10 دقايق. وبعد كده تبدأي تعمليه سندوتشات لأولادك تتعشوا بيه بألف هنا وشفا. ويا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم ويكون اقتصادي بالنسبة لكم، بالنسبة طبعا للي احنا لو اشتريناه من بره. وطبعا انا كلمتكم عن نظافة والصورة بتتحدث عن نفسها. جربوه ان شاء الله يا جماعة. عايز منكم دعوة حلوة ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.